12 يوم بس على مونديال، وأنثوني جوردون قاعد بيته كما أسباني في كامب نو. 25 سنة، نيوكاسل رماه، برشلونة خطفته، والرقم اللي دفعوه فيه هقول لكم بعد شوية. وبس استنى الجامد، الراجل قل أنا بات كما أسباني من وأنا عندي 3 سنين عشان كنت عارف هلعب لبرشلونة. 3 سنين؟ يا نهار، ده مش لاعب، ده عاشق. والرقم اللي وعدتكوا بيه 69 مليون جنيه استرليني، عقد ل 2031، 5 سنين. ده تاني صفقة فوق 60 مليون لهانس فليك في سنة واحدة. برشلونة اللي كانوا فلسانين بيصرفوا زي اللي طالع من اللوتاريا. وفي أخبار تانية، بكرة نهائي تشامبيونز ليج، بي اس جي ضد أرسنال في بودابست. أيفل تاور اتنور بألوان بي اس جي، وديمبélé قل أنا 100%. أرتيتا رجع تمبر ومدويكي، 90 دقيقة هتحدد مين سيد أوروبا. وخليني أوجعك بالرقم، لو أرسنال كسبوا بكرة، الأندية الإنجليزية تكون كسبت 3 بطولات أوروبية في موسم واحد. أستون فيلا أخدت يوروبا، كريستال بالاس أخدت كونفرنس، والباقي على أرتيتا. تفوق إنجليزي شفناه آخر مرة سنة 2019. وأنا هقول لكم رأيي بصراحة، روبرتو مارتينيز طلع يقول إن كريستيانو رونالدو هيلعب مونديال 2030، هيبقى عندوش 45 سنة. ده مدرب منتخب بيكلم الجمهور بكلام انتخابي مش تحليل. مارتينيز غلط، ده مش احترام لكريستيانو، ده ضغط عليه. وكوتي روميرو وصل لتدريبات الأرجنتين، وتي واي سي سبورتس نازلين كانساس سيتي. 12 يوم وبس وهنبتدي. طب وانت، انهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ جوردون ولا نهائي بكرة ولا كلام مارتينيز؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.